بس بتعرف العادات اللي عنا لا ممكن امبوسيبل تتغير. بس ما حبيت تخجل جارة عمرها وقالت لها ان شاء الله بحكي مع ابوها اليوم وتكرم عينك وبصير خير وببقى بردلك خبر. وانا كل هاد عم بتسمع من برا من الباب شو عم بصير. وقت اجا ابي وبعد ما خلصنا عشاء ولمينا هالسفرة وانا بالمطبخ تقول لي امي يلا جهزي ابريق الشاي. بس جهزي ابريق الشاي يعني خلص ابي هون بده يقعد له هيك ابو ساعة زمن روا وبعدين بيقوم بينام. انا كان ابريق الشاي جاهز ومختمرة الشاي والامور تمام والكاسات بالصينية وفورا مثل الصاروخ وديتهم على الصالون. امي طلعت فيي هيك انه من ايمت كنا هالخفية هاي وحطيتهم مثل الحبابة للشايات على الطاولة وطلعت قال يعني شوي شوي برات الغرفة. بس طبعا قلبي وعقلي وأدنية وحواسي الخمسة وين ضليت جوا عندهم. وقفت برات الباب مشان اتسمع مع انه هالعادي ما حلوة بس وقفت اتسمع ما بايدي شو بدها تقوله. واخذ لكم ابي اول شفة شاي غير شكل صوت الشفطة لعندي يا لطيف صحة وهنا ابي صحتين ان شاء الله عجبتك الشاي اعجبك الشاي. المهم بعد ما شرب نص الكاسة قالت له امي والله اليوم يا رجال اجت لعنا ام كنان وهيك هيك بدها قال بدها طالب البنت لابنها. قام قال له والله والنعم وانا كنان بحبه بحترمه شاب محترم واكابر ولا ابوه كتير رفقة عم قلكن العيلتين. المهم قام قال له بس بتعرفي يعني العادات عنا انه البنت ما بتطلع برات العيلة برات العشيرة ما منجوز. ومن نهارين تراها اخي حاكي معي مين اخوه يعني عمي انه بده ياني لابنه. انا وقت سمعت هيك حسيت هيك بنغزي بقلبي حسيت شي بصدري صار يوجعني. يا الله لابن عمي وإيمت ليش ما حكوا من قبل يعني إذا كان في أمل 1% هلأ اختفى بح. حسيت هيك رجلي نملوا ما عاد قدر وقف عليهم. يا الله يا ربي دخيلك يا الله معقولة بيغير رأيه والله كتير بحبه لكنان ولا أبوه ما كتير بحب هذا ابن عمي اصلا هو كل العيلة ما بتحبوا هذا زيادة. يا رب دخيلك يا رب تغير شي تبدل شي هيك شي معجزة تنزل بقلب الصالون وابي يقول ايه. واول ما عرف كنان بالاخبار فورا بلش يبعت امه كل يوم يبعتها تحكي مع امي وامي تقول له لا ابي هيك هيك الجماعه بدهم البنت وبدهم مدري شو. قام ابي صارت هون داعي تخلقه قال لهم تعالوا لكم لسه كل يوم بتنطوا لي صار يعصب ويكسر ويظهر لنا شخصيته الاخرى مشان يعني انه ما عاد توجعوا لي راسي. هاي البنت لابن عمها وقال لأمي بكرة أنا بدي أعطي خبر لأخي إنهم يجوا يتقدموا بشكل رسمي ونحن موافقين. وكل هاد أنا لو ما عم بتسمع ورا الباب مالي خبر ولا علم. وتاني يوم قالت لي خلص أمي بقى أرضي بنصيبك وابن عمك وبتعرفي عاداتنا وبتعرفي عقولهم ليش لا